زي النهاردة 4 مايو 1923 اتولد واحد من رواد العمل الموسيقي في لبنان، وشكل مع أخوه منصور الرحباني وزوجته المطربة الكبيرة فيروز ثلاثي ألهم أجيال كتير. بدأ عاصر الرحباني مسيرته الموسيقية في سن صغير. الإذاعة اللبنانية كانت مفتاح لتفجير الموهبة، فبدأ مسيرته من خلالها كملحن وعازف. كمان من خلالها اتعرف على زوجته الفنانة فيروز. كون عاصي مع أخوه منصور فرقة باسم الأخوين الرحباني، وانضمت الفنانة فيروز ليهم. وبعد لقائهم ببعض ب5 سنين انتهت قصة حب عاصي وفيروز بالزواج، وأنجبوا 4 أبناء هم زياد وريمة والرحيلة ليال اللي توفت في عمر 29 سنة، وهالي وهو من ذوي القدرات الخاصة. وقدم الثنائي كتير من الأغاني والأعمال سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما. كان لعاصي الرحباني إسهامات كبيرة في الموسيقى العربية والحفلات الغنائية بالمهرجانات الفنية، فكانت مشاركة الأخوين رحباني وفيروز انطلاقة الليالي اللبنانية في مهرجان بعلبك بالخمسينيات بعنوان الفن الشعبي اللبناني. آخر المسرحيات المشتركة بين الرحباني وفيروز كانت سنة 1979 على مسرح الأولمبيا في باريس، وبعدها حصل الانفصال بين عاصي وفيروز. اتدهورت صحة عاصي الرحباني ودخل بعدها في غيبوبة لحد ما توفى 21 يونيو 1986. وفي حفلة من حفلات فيروز بعد وفاة عاصي الرحباني انهمرت دموع فيروز على خشبة المسرح، وقالت للجمهور بالنص: بيعز عليا غني يا حبيبي، والأول مرة ما بنكون سوا. هل بتشوف نجاح فيروز الحقيقي كان مع الأخوين رحباني ولا لما استقلت لوحدها؟